وانا شغال دلوقتي عميل باعت لي فايل ابص عليه، شفت كارثه، وكتير من المهندسين بيشتكوا ان هم مش عارفين يعملوا ريندر او الفايلات معاهم بتهنج. عايز اوريكم دلوقتي باد اوبتمايزيشن معمول لفايل ماكس مش طبيعي. تعالوا اوريكم المشكله دلوقتي، يلا بينا. ده المفروض فايل، بس انا عايز اوريكم عدد البوليجونز اللي موجوده في الفايل قد ايه. 91 مليون و89 مليون نقطه. المشكله بقى في ايه؟ المشكله دلوقتي لو جيت بصيت على الفايل هتلاقيه صغير جدا ما فيهوش اي حاجه، بس لو نزلت هنا هلاقي ان المهندس اللي كان شغال على الفايل هتلاقي ان الجرين محطوط في الفايل بالشكل ده جروبس ومتوزعه مش زي ما هي بالظبط، وده باد اوبتمايزيشن كبير جدا جدا على الماكس. ولو انت بتشتغل على الماكس بالشكل ده طبعا لازم الفايل يهنج معاك، ولازم ما تعرفش تعمل ريندر. في اكتر من حل واكتر من طريقه تقدر تعمل بيهم النجيل على 3 دي ماكس، ممكن نتكلم فيهم بعد كده، ولكن ده مش حل مظبوط. وهوريكم دلوقتي بعد ما امسح الفايل ده او امسح الحاجات دي ممكن تتحل معانا ازاي، او الفايل هيوصل لايه. دلوقتي انا مسحت النجيله اللي كانت موجوده بالشكل ده. بص دلوقتي على الفايل هتلاقيه تقريبا قل 60 مليون. طبعا ده رقم كبير جدا، وحتى الرقم اللي موجود دلوقتي رقم كبير جدا. لازم تاخد بالك وانت شغال ان ممكن يكون حد ممكن يشتغل بعديك. حتى دلوقتي في حاجة ممكن تتشال تاني. دلوقتي وصل الفايل معايا ل 23 مليون، وده برضو رقم كبير جدا. لو انت عامل اوبتمايزيشن كويس للفايل ده باستخدامك للبروكسيز، باستخدامك لحاجات كتير جدا، او الكاوس سكاتر، هتقدر تحصل على نتيجة افضل بكتير قوي من ده، وتقدر كمان توقيتات الريندر معاك تكون اقل وتكون منطقية اكتر.